على فكره برشلونه يعرف تماما انه تير شتيجن بالنهايه راح يستسلم، لذلك فليك ما راح يضيع وقت وراح يبلغه بشكل نهائي من الان. انا مدير اللاعب يشاهد حل وبرشلونه يشاهد حل. برشلونه خلاص تعاقد مع خوان غارسيا وسيكون تشيزني حارس ثاني. إناكي بينا يعرف انه راح يرحل الى مكان اخر وتير شتيجن لازم يتخلصون منه. برشلونه العرض موجود على طاوله تير شتيجن، تعال افسخ عقدك، نعطيك راتب لسنه القادمه اللي هو 26 حلوين، وباقي بعقدك سنتين اخرى هاي تتخلى عنهم وخلصنا. تير شتيجن يقول لك لا انا ما ارحل الا تتخلى عن 3 سنوات راتب 3 سنوات تعطيه لي كاش، وعقود موجوده يعني ما يقبل يكسر العقد بالتراضي. اليوم الخبر الجيد انه مان سيتي دا ينتظر موضوع تير شتيجن، بمعنى مان سيتي راح يدرس امكانيه التعاقد مع تير شتيجن مع مطالبات كثيره برحيل إيدرسون. ما اعرف يعني هم هذا هو مخطط عندهم حاليا، لكن هذا ما يعني بالضروره انه راح ينتقل مباشره، بس لازم نعرف انه تير شتيجن لربما سيشاهد نادي في اوروبا بسهوله حاليا، لكن كل ما تعقدت الامور كل ما تاخر كل ما راح تكون الامور اصعب، والانديه خلينا نقول وصلت الى حد جيد من تعزيز صفوفها. فتير شتيجن سيد العزيز انت وراك مونديال، قرار تم اتخاذه، الباقي هو مضيع الوقت حقيقه الى وللنادي من الاخر. هل هناك شيء اخر؟ لا. وخلينا نشوف ببساطه، اعتقد غدا راح يكون يوم قرار نهائي لتير شتيجن وراح يعرف الحقيقه، وممكن غدا نشاهد اخبار ايجابيه باتجاه هذا الموضوع. ننطلق مباشره حول موضوع اخر، وهو نتكلم حول رجل الاعمال السعودي اللي هو ماجد. نتكلم هذا الرجل مرشح وبقوه انه ينضم الى اداره برشلونه. سمعنا الساعات الاخيره او من يوم الامس حول النصر السعودي دا يتفاوض مع منو؟ مع يوستي اللي هو نائب رئيس برشلونه، نائب لابورتا، وذلك ليكون معاهم في إدارة النصر. في نفس الوقت اليوم ظهرت أخبار أنه ماجد واحد من الأسماء القوية، كان إداري موجود في إدارة النصر سابقا، وحاليا برشلونة دا يعمل على أيضا اتفاق معه ويكون ضمن إدارة برشلونة. شنو راح يكون منصبه بعد ماكو خلينا نقول تحديد عام، يقولون مدير رياضي أو مدير عفو اللي هو راح يكون مسؤول حول القرارات الاقتصادية، بس ما أعتقد، ممكن موضوع أكبر أصغر ما أعرف، ولكن نتكلم ماجد الجمعان واحد من الأسماء القوية المرشحة للانضمام إلى إدارة برشلونة. السبب 3 أسباب: أولا علاقات القوية مع باقي الأطراف، 2 توسعة العلاقات مع الكرة العربية أو الخليج بشكل عام، لأنه كل صار يفهم تأثير الكرة الخليجية، خاصة الدوري السعودي بآخر فترة بدأ استثماره ينجح، بدأ استثماره قوي، بدأ استثماره إلى تأثير. وثالثا دائما أكون موضوع الخبرة اللي مثل هكذا أشخاص بالنسبة للإدارة يكونون مهمين. لذلك هذه 3 أسباب سريعة. ليس فقط هذا الموضوع، على فكرة برشلونة يتفاوض على قصة أخرى اللي هي متعلقة بكونغو، أعتقد الدولة الأفريقية، اللي راح يكون أيضا أكو اتفاقية برشلونة يحصل من خلالها 10 مليون، بالمقابل يكون أكو شعار للدولة. ما فهمت الموضوع 100%، لكن نوعا ما أكو اتفاقات جديدة تحدث. موضوع راشفورد اليوم سمعنا أخبار جديدة، نعم، لكن هل هي جديدة؟ لا، هي أخبار جديدة ظهرت في الصحف مع احترام. أنا تكلمت حول موضوع راشفورد، ما عندي أي اختلافية حوله ولا عندي أي جديد حوله. أنا بالنسبة لي وهسه نشرت انستغرام ستوريات، راشفورد برشلونة عنده اتفاق كامل معه، الراتب، العقد، كل شيء، كل التفاصيل موجودة جاهزة مرتبة. راشفورد راح يخفض راتبه مع برشلونة 50%، حلوين، إعارة مع خيار شراء. برشلونة ما راح يقدم شراء إلزامي، مستحيل مع قوانين تيباس. يونايتد متفهم الموضوع، ما عندهم مشكلة، راح يمشون الامور، لكن بشرط برشلونه يعمل صفقه خلينا نقول كما ذكرنا، اعاره مع خيار شراء 40 45. ما برشلونه يقدم عرض اعاره مع 25 مليون يورو، يونايتد يرفض. تعرفون يعني الاداره حتى لو تكون موافقه بس تريد شويه على الاقل اعلاميا تظهر بطريقه افضل. هل هناك شيء جديد؟ لا. موضوع راشفورد فليك منطي موافقه من الشهر الرابع، ارجعوا الفيديوهات، فليك منطي موافقه على موضوع راشفورد من الشهر الرابع، من الشهر الاول يا رجل، يا شهر الرابع، الشهر الاول. أعرف أنه اختلف الوضع واليوم الوضع مختلف، ولكن موضوع راشفورد ما عنده علاقة بالجناح. أنا أعتقد أنه موضوع راشفورد ما عنده علاقة على الإطلاق بالجناح. إيه، آخر فترة تم نقاشه كجناح، بس حتى لو تم جلبه
حتى لو اليوم تم التعاقد مع راشفورد ما راح يكون بمركز جناح، برشلونه راح يستمر بالتفاوض على مركز الجناح اليسار، لانه اصلا استقطاب راشفورد ليس لتغطيه هذا المركز بشكل اساسي لسنوات عديده، بل هي لفتره مؤقته. برشلونه يستفاد من اللاعب، واللاعب يريد اصلا عنده رغبه انه يرتدي قميص برشلونه بالمستقبل. خلينا نشوف تترك الامور كيف راح تكون الصفقه، هل تنجح له لا، لكن هو قد يكون تكرار لجواو فيليكس لكانسيلو وغيره من الصفقات. انا لحد الان 85% راشفورد برشلوني. الناس تريد تضحك ما تضحك، الموضوع راح يكون بعدين ان شاء الله. عود بوقتها تعالوا حاسبوني. اعرف الموندو مدى تنشر، موندو ديبورتيفو دا تلعب لعبه واضحه، لربما قد تكون الاداره هي من دفعت موندو صراحه لنشر بعض الاخبار الغريبه عجيبه. يعني باليوم اللي شفنا اخبار موثوقه وقويه من سكاي الالمانيه تتكلم انه لويس دياز اقرب الى بايرن وانه اكو اتفاق ما بيناتهم، موندو اليوم بلغ تقول لا لويس دياز يريد برشلونه، لويس دياز اولويته برشلونه، بس نفس الوقت يتفاوض مع بايرن. كيف؟ موندو دا تلعب لعبه لربما تكون مقصوده، وكما عملوها من سربوا خبر انه توقفت صفقه نيكو ويليامز، كان ضغط واضح على نيكو ويليامز ووكيل اعمال، بالنهايه انتهى الامر. لكن الان موضوع لويس دياز انا راح يعني ما راح ازيد اكثر. اختصارا الموضوع برشلونه يرجع يروح يلف ويدور، ما اعرف دا يضيعون وقت بلويس دياز. لويس دياز اما يجدد عقده مع ليفربول او راح يروح لبايرن. لا زال الاختيار الثالث هو انه ينتقل لبرشلونه. السبب طلبات ليفربول. هسه لو ليفربول يقول لبرشلونه 60 مليون، هسه برشلونه يدفعوا ينهي الصفقه، لكن يريدون 82 و85 مليون. وحتى اداره بايرن بدات تقدم مبالغ خطوه خطوه، هسه قدمين 55، لربما اكيد يا ربما راح يرفضون عرض، راح يرجع بايرن يقدم 62، راح يرفضون، بعدين توصل السعر اللي يريدوه، على الاقل يضمنون 75 مليون يورو ثابته. فموضوع لويس دياز هو مضيع الوقت. ما اعرف شكله برشلونه يريد يدخل بهذا الصراع او هذا الموضوع، لكن هم يعرفون عندهم احساس كامل موضوع صعب ينجح. لويس دياز قلت لكم من النهايه مستفاد من ثلاث اطراف. اخر شيء ممكن يجدد عقده مع ليفربول ويبقى، وهو دا يتفاوض على فكره. بايرن اليوم متوصل اتفاق معهم كامل بالنسبه للشروط الشخصيه، تبقى موضوع اداره ليفربول. برشلونه بالنهايه كل يعرف انه اللاعب يريد برشلونه، حلوين جميل الامور، لكن لا اللاعب مستعد يدخل حرب مع اداره ليفربول ولا ليفربول مستعدين يخلون عن يورو واحد. وهذه هي النقطه الاكبر والمشكله الاكبر. تنحل ما تنحل، ديجو دا يضيع وقت، ولا بد انه يحسم صفقه راشفورد بسرعه اولا، ومن ثم يروحون لموضوع اما لياو او لوكمان. اعتقد هي مساله وقت ليست الا راح نشاهد بالنهايه اما لوكمان او لياو، واحد منهم راح يكون اهتمام برشلونه. باقي الاسماء كما قلت لكم برشلونه عنده طلبات في السوق كلاعبين شباب، بس تركيزه حاليا على لاعب خبره ويكون اساسي في برشلونه. لذلك لياو لوكمان باي وقت ممكن ينفتح هذا الملف فجاه. هم موجودين على القائمه من الشهر الرابع لحد اليوم ما تغيروا، كانوا نيكو ويليامز، لويس دياز، لوكمان، لياو. هذا رباعي هو القائمه في برشلونه، ما راح يتخلون عنها لانه هذول لاعبين خبره والنادي متابعهم ومتابع قضايا مالتهم. وعلى فكره ترى صفقه لياو ولوكمان راح تكون اسهل من صفقه لويس دياز بكثير بالنسبه لي، والموضوع راشفورد نفس الشيء، صفقه اسهل بكثير. هذا مختصر موضوع برشلونه، لا اخبار هذه ولا اخبار هذه. الشيء جيد انه بلديه برشلونه اعطت الضوء الاخضر لاستضافه مباراه الوديه كاس غامبر، راح تكون في 12/8 او 10/8. طبعا هذه المباراه راح تكون فقط وديه، ومنتظر بعدها خلال 3 أسابيع انه كامب نو يكون جاهز لاول مباراه رسميه في الدوري الاسباني. اكيد لا يوجد اي مكان للتاجيل، لكن السعه للمشاهدين راح تكون اقل بكثير من الرقم اللي اطلق النادي اللي هو 55,000. راح يبدا النادي ممكن ب 32-35 ألف مقعد، بعدين راح يتوسع مع شهر ممكن 40، خلال شهر 12 راح يوصل 55 أو أكثر شوية، ويتوقف إلى أنه السنة القادمة ببدايتها، خلينا نقول بعد سنة إن شاء الله يكون الكامب نو جاهز تقريبا بالفئة الكلية، لكن بشرط السقف يتأخر موضوع شوية.